بما انه انا صايم والساعة 7 الصبح وبعدني ما نايم، فلازم التقي الفاظ اليوم. شوف، هو الموضوع انه نريد نعرف شغله واحدة بس، شغلة حياة العلماء لا يعلم بها الا الله ثم الشخص نفسه، حتى يمكن هو ما يعرف. عباس الركاب ولد ابني، عباس رقية رامة، منو من هنا انت؟ الاخير اطب لك انت ياهو عباس، انت منو؟ شوف، هو الموضوع بدا من المظاهرات 2019. طلع عباس الركاب اللي هو نفسه رامة، اللي هي نفسها رقية، اللي هي يعني هم نفسهم، بلقاء التلفزيون، والمذيع قال له رقاوي اللي هي يعني رقية. طيب ايش قد تحبين العراق؟ بقد جرح الناصرية. وكان الوضع طبيعي انه هي بنية طبيعي. بعدين تحول شوية شوية وتغير ملامح وجهه وصار ولد. ها عباس شو تسوي هنا؟ اخوي اليوم اشتريت سيارة. هاي شوفك قدامك رجال ولد، اوكي صغير بس ولد، شوفه ولد. بعد فترة قاموا يطلع عن هذه اللقاءات اللي يقول بها المذيع انه هو رقاوي، وقاموا الناس يقولون عليه انه انت بنية. كان بنية صار ولد، اوكي ليه هسه هو بس بنية صار ولد. وهو كان يقول انا ولد، انا رجال، انا زلمة مشورب، انا رجال، انا ولد زين، ولد عمره كبير زين، والحمد لله والشكر هويتي بجيبي. لاخر شيء من طلع بلقاء ويا هذا الانسان صدق هيك اموت من عنده، وقال انا رجال وشو جنسيته العالم. وقتها صورت فيديو علي، انا منزل 100 فيديو بالقناه، يمكن 200 فيديو من عندهن على عباس الركاب. يا اخي كل يومين طلع لنا سالفه جديده. المهم قال انا رجال، والناس صدقت ورا ما طلعت جنسيته اللي من سوق مريدي، والناس صدقت انه هو رجال. اوكي هسه غير انتهينا، هاي رجال، وقول صدقنا رجال، غير رجال هاي. اوكي وراها بعد فتره من المده من الزمنيه من الايام يعني، طلع هذا الزلمه المشورب قدامك اللي هو اسمه سامر جيرماني، صحيح؟ سامر جيرماني يعني الماني. طلع وسوى لقاء ويا عباس الركابي اللي هي رقيه، اللي هي نفس يعني ما تضر مني، هي يعني هو ولد. شايف نسوي حساب مال فيسبوك ويقول لك اختار ذكر انثى، وخيار ثالث يقول لك شايف الخيار الثالث، هو هذا خيار ثالث عباس الركابي. حكيت قبل انا اخلي الخيار الثالث عبالي انه يعني حتى ما يعرفون وحتى ما يهكرون حسابي، والله كنت هاي قبل يعني قبل يمكن 10 سنين هيك اقل، سوى حساب مال فيسبوك، فشنو اخلي الخيار الثالث اقول حتى ما يهكرون شركه فيسبوك، كنت ما ادري حتى صورتي. المهم طلع بهذا اللقاء وقال انا حقيقة انا بنية. ما تدري هسه هو بنية صح، كان بنية صار ولد رجع بنية، بعد فترة تلقيه ولد. المشكلة مو هنا، المشكلة انه مو هيك هاي وانتهينا وهاي خلصنا، لا عزيزي يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، لا حبيبي، لا قام يتحول الى بنية، صار بنية رسميا. شلون اقول لك رسميا يعني رسميا افهمك رسميا شنو يعني، رسميا مو يعني لا رسميا يعني تفضل. شلون يوم واحد ورا اللقاء بسرعه؟ شلون بهالسرعه؟ شلون اخوان اكيد قاعد تفهمون، خلوني اعطي تلميحات اكثر. اي افهم وشلون هذا اكو اشياء اللي هي تحت الحنك مسافه شبر، ويكون ما اقدر احكي هيك هسه الناس يفشلون علي. فهي يعني هاي الاشياء اللي انتم لاحظتوا اكيد، يعني هاي الشغلات كانت ما موجوده. وين كانت الشغلات الزائده اللي ما تكون موجوده عند الذكر وموجوده عند الانثى؟ شلون السؤال شلون اي افتهم شلون وين كان الموجودات، وين مضمومه؟ ترتيب ضفير وكياتي شنو من خضر عن الحسد شنو. المشكله مو بس هيك يعني، تحول حتى قام يخلي اظافر وهيك وفتشي. المشكله مو هنا، المشكله انه هو قال بنيه. اوكي خلينا نقول اقتنعنا بنيه، شكله ما يروح انه هو بنيه يعني، من كان هو ولد شنو نقول لا شكله بنيه. المشكله هسه من قال هو بنيه احنا مقتنعين بيه ولد. ما ادري انا مقتنع بيه ولد، ما احس ولد، احس هاي كذبه كان، بالرغم انه الفيديو مال سامر جيرماني وضح كل شيء بيه، بس احس كذب، احس طاشه جديده، احس هذا الشعور قاعد يختفي في قلبي، لانه ما يعني حتى انه هو طلع بلقاء وقال انه انا اصلا كنت بنيه، يعني بالمنطقه بنيه، من اروح الصديقات بنيه، ويعني كلها بنيه كان يقول. بس المشكله انه هو من تحول الى بنيه من صدق وطلع بنيه، تشوف انه دي من خال اظافر ما يعرف يخلي اظافر. يعني انا تدرون عندي خبره في هالاشياء، البنيه راح تتزوجني اكيد انا راح اسوي لها تنظيف بشره، تنظيف شعري، بس هو يعني انا اكيد افتهم هاي يعني، تدرون خبره السنين يعني، اكيد حياتي ما حتشوف بنيه. فاظافر والمكياج غلط يعني، احس ان المكياج انه ولد وقاعد يخلي مكياج، يعني ولد واضح شايف مثلا ولد يخلي مكياج، يخلي ايناينر يخلي ايناينر. صح لو غلط اوقفوا، فراح تحس انه اكو غلط، اكو تشوه. بس دائما تخلي لا، حتى لو بدايه انه كانت بعدها استوها طفله صغيره فهي تحب هذا الشيء فراح تتعلم. فهو ما يعرف، واضح عليه شفت نفسك انت شو قلنا مين انا ابوه يعني بين الشغله يعني زي شلون عليه له. لا كنت قاعد تفهم، لا تخليني اوضح وانت تفتهم. قول لي ايه فهمت، قول لي ايه يلا اكتب لي ايه، اكتب لي ايه فهمت.
المشكله انا متابع برشلونه على الانستغرام والله لا احضرهم. لا استغفر الله حلفت الله بتقول غلط والله. لا بالغلط بس صدق احضر يا اخوان. صار بعد السؤال يعني كل ما قاعد اشوف فيديو فقاعد يجيني السؤال نفسه قاعد طب عقل. انا ما عليه والله عقلي قاعد يقول لي هيك يعني. هو ترى الانسان ما عليه هو عقله يعطي اعازات واشعارات. شلون بالموبايل من يجيك اشعار يعني هو الموبايل شعلي هو جاك الاشعار من فانا قاعد يجيني اشعار قاعد تفتمرون عليه شلون لو لا يعني هو هيك السالفه شلون لا والله صدق يعني شلون يعني انا ما مقتنع والله ما مقتنع يعني ما ادري ما احس لا احس غلط اكو شيء غلط. دراما يا بعد قلبي شلونك والكرام مشتاق لك قرب لك يا روح شلونك في خالك شو يعني ايوه روح عمره طلع عباس. تشوفون شلون يعني هو الجسم تغير ما ادري يعني خليني اكون واقعي وياكم والله الجسم تغير. جسمها اللي هي جسمه او جسمها يعني هو هذا عباس الركابي او رقية ورامة تغير صار انثوي. الجسم صار انثوي يعني صار انثوي والصوت تغير همينات. صوته ما يتغير يعني صوته ممكن يغير بس واضح انه مو عمليات تجميل يعني واضح طبيعي. فالشعب حاير ليه هسه عباس الركابي ولد لو بنيه رحمة دينكم رحمة لامهاتكم كلكم رحمة جد ما يعني ما ادري ايش السالفه يعني. انا بعد مقتنع بيه انه هو ولد يعني بس ما ادري يعني نقدر نقول انه هو وابنه يعني ولدنا. فالسالفه ما بيها انه هي هاي يعني ما احس انه هي هاي طشه وراح يرجع حمايه ولد وبس ما ادري شلون هيك يعني. اكو يجوز هو لابس شيء اكو فد شيء اكو فد لعبه احس اكو لعبه احس يعني اذا رجع ولد راح يصير طشه فد شيء. اذا كان بنيه انه هو ما ادري ما اعرف والله ما ادري. المشكله مو هنا المشكله التعليقات كلها يعني متسانده وياه وهيك. فا اوكي اذا كان هو بنيه ما يخالف هو رجع بنيه اوكي بس هو ما قاعد يسوي شيء صح يعني. بعد نفس الشيء قاعد يطلع اذا كان بنيه هو قاعد يطلع ويا ولد ومو اوكي قاعد يطلع ويا ولد يقول لا عادي وهو حريه شخصيه يطلع ولد هو حريه شخصيه اوكي بس قاعد يطلع ويا ولد وقاعد يصور ملابس كلش مو حلوه وبعده ويعني شكله يعني مو شيء جيد يعني ما قاعد يسوي شيء جيد يعني. حاله ابنيه قاعد يصور بدون يعني هسه هو صار بنيه قاعد تفهمون شلون. فمن صار بنيه هو ليش يصور هيك يعني. اوكي بديننا الاسلامي قاعد يحكي لك انا صحيح ولا صحيح اوكي كحريه شخصيه انه انا ما علي بس مو قاعد تدعمه على شنو قاعد تدعمه ما مسوي شيء هو ما مسوي له فضل. اوكي سوى نفسه ولد وبعدين رجع بنيه اوكي رجع بنيه ها عشان ما يصير ندعمه على محتوى سيء قاعد يعني هذا محتوى سيء بعده محتوى سيء على حال هذا البنات المطورن ولعبان نفس حتى لو تحول بنيه هو بعده محتوى سيء. اتمنى فهمتني اتمنى من امك تفهمني. بالاخير نقول يعني اوكي الستة خطأت خطأ يريد يفتهم الفكره كلها يشوف الفيديو مال سامر جيرماني اخر فيديو اوكي انه هو انت خطأت على مو طشه تحولت الى ولد حتى تصور براحتك وهيجي وبعدين رجعت لبنيه. خلينا نقول انه هاي الشيء صدق يعني هو كان بنيه وصار ولد يعني اللعبه ورجعوا بنيه اوكي حيضل بنيه. خلينا نقول هيجي بس محتواك مو حلو يعني حتى ندعم. اتمنى تغير من محتواك يعني لان محتواك يعني بعد نفس الشيء يعني اذا كنت بنيه ولد يعني صار اسوء. بالعكس قاعد نتخيلك ان انت ولد وتحولت بنيه وبعدك نفس المحتوى فشيء اسوء من قبل. لو ظل ولد احسن على الاقل انه ولد ملابسك زينه بس اذا بنيه ونفس الملابس او نفس الشكل او يعني تفتهمون اكيد. فاتمنى انه انت تغيرت بنيه اوكي صور تصوير حلو اوكي تقدر ترى حتى لو انه انت بنيه يعني عاد تقدر تكون يوتيوبر تقدر مثل ما قال سامر جيرماني يسويك يوتيوبر ومحترم يعني محترم يوتيوبر اوكي احنا ما عندنا يوتيوبر بنات هوايه نقدر نقول ما اصلا ما عندنا يوتيوبر بنات طاشات اصلا ما اعرف انا ما يمكن اكو ما ادري بس ما عندنا يوتيوبر بنات طاشات بس لان اكثر شيء البنات انه اذا تصير يوتيوبر ومحترم وتلبس ملابس محترمه وهاي ما راح تطش. مو انا قاعد اقول لك قاعد اعطيك النصيحه يا ولد قاعد اعطيك نصيحه. بالتيك توك اذا راح تشتهر باليوتيوب ومحترمه ومحجبه ولابسه ملابس حلوه وتقدم محتوى حلو ما راح تشتهر حتى الولد. اكبر دليل انا وهاي اطلع برا لك وهاي وعندنا موضوع كلش مهم يعني لازم تسمعني بهاي اخر دقيقه بس لازم تسمعني. المشكله انه هي